مساء الخير، ممكن ثانية بس من وقتك؟ اتفضلي. مساء الخير، عندنا عروض تحفة، ممكن هديك ثانية؟ مساء الخير، بصي حضرتك احنا عندنا عروض، منتجاتنا كلها طبيعية. ممكن تجربي، ممكن تيجي تجربي، احنا عاملين اوفر حلو اوي النهاردة. عندك معايا، اتفضلي. مساء الخير، ممكن بس تجربي. تحفة بجد للشفايف والايد والوش، كل حاجة منتجاتنا كلها طبيعية وعاملين عرض تحفة. ايوه اتفضلي، عندنا منتجات كلها طبيعية وعاملين النهاردة تويلت. حضرتك تمشي على طول في اول يمين. ممكن اخد من وقتك دقيقة؟ اتفضلي، هتيجي؟ اتفضلي. النهاردة عاملين عرض، بنقدم لك تجربة مجانية لمنتجاتنا على بشرتك، تشوفيها لايف وانتي قاعدة معانا. انا هعمل لك التجربة دي، ولو عجبك تشتري، لو ما عجبكيش اوكي، مش مهم تشتري خالص. ايه رأي حضرتك تجربي؟ تمام، اتفضلي معانا. طيب، اهلا بيكي، ويا رب ان شاء الله التجربة تعجبك وتشتري من عندنا ان شاء الله. اسمحي لي بس كده اشوف نوع بشرتك. حضرتك اعتقد بشرتك مختلطة، لان منطقة الجيزون فيه دهون وبقية البشرة جافة الى حد ما يعني. اه طيب، هو بس احنا عشان اوريكي بقى المنتجات، اول منتج ممكن اوريهولك ويبقى فعال جدا ويبان على طول تأثيره، مزيل الميك اب بتاعنا. مزيل الميك اب بتاعنا معمول من المنتجات كلها طبيعية، مفهوش اي حاجة يعني صناعية تماما، وبيشيل الميك اب حتى الوتر بروف منه. حضرتك هتشوفي ده عملي، اعتقد ان الماسكارا دي ووتر بروف. مظبوط. لا مش بيعمل حساسية في العين ولا اي حاجة خالص، وهتجربي حضرتك بنفسك دلوقتي. تمام. لا انا عادي، احنا عندنا منتجات ميك اب، يعني بعد ما نمسحه هجرب لك منتجات الميك اب، وهتشوفي انها احلى كمان من الحاجات الهاي اند. تقدري عادي تروحي اي مشوار وراكي. تمام. برضو القرن ده بتاع الميك اب مخصوص، واحنا اللي بنصنعه، معمول من بيور كوتون، يعني مش ناعم جدا على البشرة، هتشوفي بنفسك. بس كده، غمضي عينيكي. ايه رأيك بقى؟ حاسة بأي حرقان في بشرتك او اي حاجة؟ بصي كده في المراية، شايفة؟
الميك اب كله اتشال، حتى الماسكارا الووتر بروف التنت زي ما حضرتك شايفة. ايوه، لا بيشيل كل حاجة حرفيا. بصي حتى هو كمان فيه مية وردة طبيعية، فبيدي كده يعني انتعاش للبشرة، ويعتبر تونر طبيعي بيقفل المسام بتاعة البشرة. ايوه. طيب بقى هحطلك السيروم ده، عبارة عن سيروم بيقلل جدا من افراز الدهون. اهو. دلوقتي هعملك اختبار المنديل. هو ان انا هحطلك المنديل ده على وشك، وهضغط عليه عشان نتأكد ان مفيش اي دهون موجودة في البشرة بعد استخدام المنتج بتاعنا. بس غمضي عينيكي. هضغط كده بس عند المناخير وعند الدورة. بصي شايفة المنديل مفيهوش اي دهون خالص. تمام. عايزة بقى اوريكي الماجيك كريم ده. ده كريم بيكون كده زي جل، بيقفل المسام نهائي، او مش بيقفلها نهائي، يعني بيضيع شكل المسام اللي بيضايقنا كلنا، وكمان بيضيع الخطوط البسيطة. يعني مش هقول ان كل الخطوط، بس بيقلل جدا من شكل الخطوط بتاعة البشرة، وبتبقى مفعوله بيبان على طول اول ما احطهولك. ايه رأيك تجربي؟ هنحطه بس ايه عند الاماكن اللي فيها مسام او خطوط، زي مثلا المناخير، المنطقة اللي هي ايه حوالين اللي دايما بيبقى فيها خطوط دي، اللي جنب الشفايف. برضو عند فوق الخطوط اللي ممكن عند ايه الجبهة. بصي هو جل اصلا، يعني مش هتحسي اصلا قوامه خفيف جدا، يعني انت ما عندكيش قوي مسام في الخطوط، بس لو عندك ممكن نستخدمه برضو عليها. بس ثواني اتشرب، ما بقاش في اي حاجة. انا بس عايزاكي تبصي دلوقتي في المراية وتشوفي بنفسك ان المسام اللي كانت في المناخير قلت جدا جدا، الخطوط التعبيرية قلت، صح؟ طب تمام، الحمد لله، انا مبسوطة انه عجبك. لا اهو شكله اهو، يعني وزي ما شفتي انا حطيت كمية صغيرة جدا، وبجد مفعوله حلو. طيب يعني هتاخدي ده، ماشي نسيبه على جنب ونشوف. ماشي، المنتج بقى اللي هنجربه ده برضه منتج طبيعي، بيعمل نضارة كده فورية برضه للبشرة.
لو ممكن تستخدميه وتنزلي بقى على طول كده من غير اي ميك اب ولا اي حاجه، هيديك كده لمعه كده وجلو حلو قوي في البشره اهو. لا زي ما قلت لك كل المنتجات اللي انا جربتها لك دي حاجات مكونات كلها طبيعيه، مش بتضر خالص البشره ولا اي حاجه، وهتشوفي بنفسك مع الاستخدام انها بتحسن جدا من ملمس وحتى لون البشره برضو، بتفتح معاكي التصبغات والكلام ده كله. تعالي بقى نجرب. ده بقى بيتحط عادي في اي حته، ممكن عادي تحطيه تحت العين برضو، ما بيعملش اي مشكله. تحط برضو على الشفايف بيرطبها، مع اني لسه هجرب لك سكراب حلو جدا للشفايف. انا مبسوطه ان المنتجات عجبتك بجد. لا خدي وقتك، بصي براحتك. اكتر منتج انهي اللي هو بتاع الخدود وكده. بس بصي ده عند الخدود هنا عامل لك لمعه ازاي، والباكجينج حلو جدا فعلا انا بحبه. طيب دلوقتي بقى هجرب لك، يعني زي ما انت شايفه منتجات كتير بس كلها مش بتتعارض مع بعض ولا اي حاجه، ولا حسيتي ان ملمس وشك مدهن مثلا او كده خالص، صح؟ الحمد لله. بعد كده بقى اهم طبعا حاجه عندنا لازم نستخدم سان سكرين، وده اول سان سكرين في مصر، منتجات كلها طبيعيه يعني في جل الصبار، في حاجات كلها طبيعية بتحمي من الشمس ومش بتضر البشرة خالص، وهتشوفي بنفسك ان ملمسه برضو خفيف جدا على البشرة. برضو قوامه كده زي ما انت شايفة جل، مش بيضايق خالص. بصي برضو شمي، مفيش اي ريحة صح، لان مفيهوش اي كيماويات او عطور. بعدين ممكن تحطي عادي تحت عينيكي، ما يعملش اي حساسية او اي حاجة. هتغطي تحت عينيكي حاسة بحاجة، حاسة بحرقان او اي حاجة بالظبط. بقى دلوقتي نعمل سكراب للشفايف. لازم بس عشان هو حاجات طبيعية، فلازم كل ما تيجي تستخدميه تقلبيه كويس عشان الزيوت وكده تندمج مع الحاجات السكر والحاجات التانية اللي محطوطة. بصي شكله، ايوه في مية ورد، صح مظبوط، ريحته مية ورد.
ممكن تعملي بيه برضو سكراب لليد، للرجل، لأي حاجة. بس هو عشان حبة صغننين يعني للشباب، احنا من لسه بنفكر نعمل منه الأحجام الكبيرة ان شاء الله. تمام، بس شفايفك. اعملي بس عشان برضو يتوسع كويس. تمام بقى، امسحهولك. طيب كده احنا نعتبر خلصنا خلاص السكين كير يعني، وبشرتك دلوقتي جاهزة جدا ان انتي تحطي ميك اب، وهتشوفي بنفسك فرق بقى الميك اب بعد ما تحطيه بعد المنتجات اللي احنا استخدمناها. اول حاجة هحطلك الفاونديشن ده اللي هو درجته ان شاء الله تبقى درجتك، فتعالي نجرب كده الدرجة. وهتشوفي ان نقطة، بصي انا هستخدم نقطة منه على بشرتك كلها، وهتخليها صحية كده لا هتكفي، هتشوفي بنفسك. بس خلينا الاول نحط شوية مية. درجة مظبوطة جدا معاكي. سهل التوزيع جدا، وما مش بيبين بجد، بيداري، هو طبعا مش فول كفرج بس بيداري المسام والحاجات البسيطة، مثلا لو في تصبغات او حبوب بسيطة بيداريها. تمام. تمام، حلو اوي. بصي كده الدرجة نفس درجتك بالظبط. الحمد لله، ميرسي جدا. يعني بقى احطلك الكونسيلر ده، لا احنا اللي عاملينه، هو شبه براند معروف فعلا، بس ده بقى مصري ومكونات طبيعية، هتشوفي ان هو قد ايه حلو. بس احنا عملنا فعلا نفس الفكرة يعني، تقليد شوية. هحطلك تمام. خلينا نستخدم الفرشة. عشان الفرشة بس ايه بتخلي كفرج اتقل شوية للكونسيلر، كان السبونج فاهمة بتشرب البرودكت.
نرش بس كده ايه على البشرة كده عشان نوحد اللون. لسه ما عملناش منتج للحواجب، بس حواجبك حلوة يعني، ممكن اسرحها لك بس كده. ان شاء الله نعمل قريب ان شاء الله. البلاشر بتاعنا بقى فظيع، لازم تجربيه. الدرجة بتاعته بتليق مع كل الوان البشرة. حاجة كده تمام. الميك اب بقى تحفة بصراحة، ومش باين اصلا انك حاطة ميك اب، وفي نفس الوقت شكلك حلو. انا مش بجمل المنتج يعني بتاعنا، بس حضرتك شوفي بنفسك. طب عجبك اهم حاجة؟ الحمد لله. احنا عندنا بقى يعني اللابستيك كتير جدا، في لاب جلوس وفي لابستيك عادي. انتي بتفضلي ايه اكتر؟ ممكن ده العادي مثلا، اه لا ده مط. اه ده برضو نفس الكلام مط. مالكيش في البينكات؟ طب بلاش خلاص. في بقى، طب اوريكي حاجة على ذوقي انا بقى تحفة. احنا ممكن نستخدم البلاشر برضو بيستخدم عادي على الشفايف، هو زي تنت كده للشفايف والخدود، فممكن نستخدمه على الشفايف. اللي هو بيدي لون كده الشفايف الوردي الحلو، فاهمة؟ فوقيه هستخدم لك لاب جلاس كده بيعمل بلامب للشفايف، اه تحسي كده بوغزة كده خفيفة. اهو بصي، احنا عندي الوان كتير، بصي عندي في الوان كتير، بس بجد اكيد هتاخدي، انا متأكدة انه هيعجبك. برضو جربي شوفي، هو ملوش لون، هو فيه بس كده شوية جليتر خفيف، بس بيعمل بلامب حلو اوي للشفايف، وريحته حلوة اوي بصراحة، عايزة تتاكل كده. بصي بقى بنفسك، شمي تحفة صح؟ جربي بقى دلوقتي، هتحسي كده ايه بحاجة كده في شفايفك، بس احساس حلو يعني، مش بيوجع او بيحرق، لا. تمام. ايه رأيك؟ حاسة بصي بقى نديله بس ثواني كده، هتحسي شوية ان شفايفك كده بقت بلامب يعني، فاهمة؟ ايه رأيك؟ فعلا اكنك فعلا نفخة. طب اوكي ده تمام يعني. طيب اوكي، اخر بقى حاجة معانا، ويا رب تكوني استمتعتي بالتجربة معايا. ده الفيكسنج سبراي بتاعنا، هو لسه طبعا معلوش له كل حاجة، احنا لسه ايه تجربة كده، بس تحفة بصراحة. اولا بيفكس الميك اب كده وبيخليه شكله حلو على البشرة، وكمان بيثبت الميك اب جدا، ممكن يقعد معاكي لغاية 6 ساعات مثلا الميك اب ثابت حتى لو الدنيا حر.
برضو طبيعي طبعا، كل اللي احنا استخدمناه النهارده مواد طبيعية 100%. بس استأذنك تغمضي عينيكي. انا كنت سعيدة جدا مع حضرتك النهاردة، ويا رب تكوني انتي كمان انبسطتي معايا. كل الحاجات اللي حضرتك اخترتيها هتلاقيها على الكاشير ان شاء الله تجيلنا مرة تانية. شكرا جدا ليكي، بس اتمنى هيجيلك كده تليفون يعني فيدباك، اتمنى ان انتي بس تقيميني طبعا زي ما حضرتك شايفة اكيد. اوكي، ميرسي جدا ليكي، شكرا جدا، وهستناك ان شاء الله مرة تانية. اوكي يا حبيبتي، باي باي.